هل هو هيسمح بدخول عنصر جديد يبقى هو ده اللي هيحمل الرايه من بعده؟ انت لو استمرنا على الوضع ده 5 سنين كمان الدوري ده هيشطب، هنقف، مش هنلاقي حد يلعب ولا حد يبص في وشك. اهلا بيكم وحلقه جديده من بودكاست بين الخطوط. انتهت بطوله افريقيا بحلوها بمرها. اكيد طلعنا بمكتسبات، واكيد حصلت بعض الامور او الاخطاء خلينا نقول من عندنا ومن اطراف تانية. ايه رايك كمان في البطوله في المجمل؟ في التنافس، خلينا في التنافس في كوره، كان فيها تنافس وكان فيها تنافس قوي، وكانت بطوله قويه يعني ككوره. خارج الملعب ده جوه الملعب، بره الملعب بقى كان في شويه حاجات كده ايه لا في يعني احيانا تزعل، بس في المجمل بطوله قويه بصراحه، وفاز بيها اللي يستحق. فاز بيها الفريق الكامل المتكامل، عناصر جوه الملعب، عناصر بره قاعده على الدكه، يعني ما بتحسش بفرق خالص ما بين الموجود في الملعب وما بين اللي بينزل الاحتياط، بينزل التبديل. الفروقات ما فيش فروقات خالص، تقريبا ما فيش فروقات. لا انت بتتكلم في برضو اللعيبه دي كلها بتلعب في مستويات برضو تنافسيه، والمستوى بتاعهم لو مش مستوى اول فهو مستوى تاني في الانديه اللي بيلعبوا فيها يعني. فالمستويات بينهم متقاربه، ففريق متكامل بصراحه. فمبروك للفريق السنغالي الفوز بالبطوله، وان شاء الله باذن الله لنا لقاء. يعني هم كده خدوا دي تاني بطوله وفي وقت قصير. بس فقول لي انت بقى، شكلنا في الماتش نيجيريا هنرجع خطوه لورا كده. نرجع خطوه كمان لورا. ماشي. طيب هو مبدئيا يعني على ذكر المكتسبات، انا بشوف انه واحده من المكتسبات في البطوله دي، مش هتكلم عن لعيبه ولا هتكلم عن اي حاجه، انا هتكلم عن حسام حسن او كابتن حسام حسن. يعني انا بشوف ان واحده من اهم مكتسبات البطوله هي النضج التكتيكي اللي وصل له كابتن حسام حسن. والجمله دي انا قلتها بعد مباراه انجولا ولسه بقولها، لانه انا مش من الناس اللي بتقيم نتيجه، انا بقيم احداث في الملعب. بالظبط، شغل في الملعب. انا بشوف ان كابتن حسام حسن هو واحد من اهم المكتسبات اللي لازم نبني عليه. يعني الراجل ده لازم يبقى موجود، بس في عقبه هنا بقى. وهنا هروح استعين بالسنغال والمغرب شويه. ماشي. خلينا نتكلم في السنغال بما ان هم ابطال القاره. هو باب ثياو المدرب بتاعهم ده هو مين؟ هو كان ببساطه شديده كان في جهاز اليو سي سي اللي كسب مع السنغال بطوله افريقيا، وكان شغال مع الفريق الاصغر اللي هو الناشئين بتوع او الشباب يعني بتوع منتخب السنغال. فبالتالي الناس دي عندها تحضير. انا عندي مدرب بيمسك زي ما حصل كده ايام كابتن حسن شحاته وكابتن شوقي غريب، بس هي بالصدفه. يعني احنا عندنا خلينا نبقى منطقين، لان هي لو مبنيه كنت هتكمل بالظبط، كان التدريج هيستمر يعني. وهرجع لواحد ممكن بقالنا كتير قوي ما حدش بيتكلم عنه، كابتن محمد شوقي. انت كنت بتجهزه اصلا ان هو في جهاز كارلوس كيروش على اساس ان هو يبقى الخطوه الجايه. طب لما انت شفت، انت في نظرك قيمت ان كارلوس كيروش فشل عشان السوشيال ميديا حكمت ان هو فشل، فقمت مطير شوقي ومطير كل ده العادي بتاعنا يعني. ما ده بالظبط. ففين محمد شوقي دلوقتي؟ في زد. ما انا عارف، لا فين من الخطط بتاعت منتخب مصر. فانا بقى في لقطه صغيره مع كابتن حسام حسن، ودي انا يعني بشوفها معاه دايما. هل هو هيسمح بدخول عنصر جديد يبقى هو ده اللي هيحمل الرايه من بعده؟ بالظبط. فاذا كابتن حسام حسن لو قرر ان هو يمشي هنلف نفس اللفه تاني، جهاز جديد بطقم جديد بقصه جديده. فاحنا كده بعاد كل البعد عن حته التخطيط. فهنرجع تاني لاهم مكتسبات البطوله. انا بشوف كابتن حسام حسن يعني هديك مثال بسيط خالص، مثال تكتيكي بقى حصل في مباراه نيجيريا. احنا في مباراه نيجيريا غيرنا رسمنا التكتيكي وغيرنا جلدنا من 5-3-2 ل 4-2-3-1. هو ايه الفكره الاساسيه اصلا في التغيير ده؟ كان ايه؟ كان حتى كنت اتكلمت في مباراه المغرب ونيجيريا لما كنت بحللها، قلت انه واحد من اهم وابرز اسلحه نيجيريا هو اوساي صامويل الباك اليمين. هم بيجمعوا اللعب في الناحيه الشمال، بيبداوا يسحبوا ويجذبوا ضغط او يستدعوا ضغط المنافس ان كان هو مين. وده اللي حصل مع المغرب، ان هم كانوا بيستدعوا ضغط عبد الصمد الزلزولي الوينج الشمال، يدخلوه لقلب الملعب. ازاي؟ ان هو كان ايوبي بينزل ثالث مع قلبين الدفاع، واونياكا واونيديكا بيبداوا ينزلوا تحت الخطوط عشان يسحبوا لعيبه المغرب. فهنا عبد الصمد الزلزولي عشان يدي زياده كان بيخش للقلب، فبتتساب او بتخلق مساحه لاوساي صامويل على الطرف. فكابتن حسام حسن كان حاطط تريزيجيه عشان الورك ريت بتاعه عالي. بالمناسبه هو مش واحد من افشل اللعيبه في البطوله ولا اسوأ لاعب في البطوله، هو ليه دور عمله. فيا ريت نقيم بس يا جماعه على يعني المسطره دي.
فالراجل ده الورك ريت بتاعه عالي، هيديك دفاعيا 100% وهيديك في الحته الهجوميه. فهو كان مدي ادوار لتريزيجيه انه بس يقف لاوساي صامويل. فبالتالي منتخب نيجيريا كان عارف انت اللي هو ايه، زي ما حصل كده مع منتخب السنغال لما فاجئك، انت كمان فاجئت منتخب نيجيريا. هو منتخب نيجيريا نازل انت هتلعب 5-3-2 عادي جدا، فانا هطير اوساي صامويل وهشتغل الشغل بتاعي الطبيعي. اتفاجئ بالطريقه، اتفاجئ. عشان كده حتى هو ما حطش لوكمان في البدايه، ولوكمان اصلا هو كلمه السر في التحول في الشوط الثاني. الفكره هنا انه منتخب نيجيريا لقى ان دايما تريزيجيه واقف لاوساي صامويل ما بيرجعش ورا، فقال لك بس انا عطلت، فبدا يلعب الكرات المباشره. فكان دايما بيتحطوا 3-على-4 من منتخب مصر. عشان كده منتخب مصر دفاعيا تقدر تقول ان هو ما تعرضش لحاجه تقريبا في الشوط الاول باستثناء كره الجول اللي اتلغى. ودي واحده برضو من مساوئ 4، عشان برضو الناس اللي بتقول لك العب 4 وطير واعمل والحاجات اللي هي سهله ان احنا نقولها. وكابتن حسام حسن نفسه كان بينتقد كارلوس كيروش وبيقول له انت ازاي بتلعب دفاعي كده، احنا اقوى من كده. هو نفسه لما مسك المنتخب قال لك لا احنا ما طلعناش اقوى من كده، احنا لازم نرجع 5 تحت ونرجع تحت الكوره واللفه دي ونجيب الاحياء والاموات ونوقفهم ورا كمان. بالظبط. هو دي برضو حاجه رساله للناس انه يا جماعه والله الكلام سهل، بس التطبيق بقى في ارض الملعب لا. فواحده من مساوئ 4 ان انت ما كانش فيه تغطيه عكسيه كويسه، ما كانش عندك كثافات ورا كويسه. ففي الكره الاولانيه اللي شالها شوبير الراجل ما فيش تغطيه عكسيه من خالد صبحي لانه ضامم للقلب قوي، بس لو في وينج باك كان هيقفل على اكور. الناحيه الثانيه لما الكره اتردت ودخلت جول برضو الراجل ده ما كانش فيه تغطيه عكسيه خالص، لان محمد هاني كان طالع مع الوينج. فبالتالي لازم انت بتقيم تبص لكل العوامل دي. مش كل الناس برضو عندها بتبص بنفس المنظور ده. يعني في ناس يعني او اغلب الناس اللي بتتفرج بتبص بمنظور سطحي، يعني سلس بسيط بالنسبه لها، ان هو مش هقول سطحي يعني، بس بمنظور بسيط اللي انا مش هبص في التفاصيل. ماشي، يبقى ما تتطرفش في رايك، يعني ما تنسفش تماما كل اللي بيتعمل، ولا برضو تطلع تفرع لنا الناس تقعد تقول ده اساطير ومش اساطير ودول ما خلقش منهم وما فيش منهم 2. خليك منطقي طالما انت بتبص للامور خلينا نقول بتبص من على الوش. ماشي، انت بتشوف من على الوش القفص، ما بتنزلش تخش جوه وتشوف البضاعه بتقول ايه. فخليك في تقييمك نفس القصه. بعد ماتش نيجيريا وبعد ماتش السنغال والمغرب في ناس تقول لك طب ما احنا لعبنا كوره كويس اهو في ماتش نيجيريا. متوقع السؤال ده، فاهم؟ احنا لعبنا كوره ومشينا كوره ووصلنا للمرمى يعني، فاهم، وهددنا المرمى النيجيري. ليه ما لعبناش بالشكل ده قدام السنغال؟ بص معلش بعد مباراة السنغال والمغرب شفنا قوة السنغال امام المنتخب المغربي على ارضه وبين جمهوره. شفنا قد ايه المنتخب السنغالي شرس جدا، قوة بدنية رهيبة، قوة طبعا المهارات الفردية والامكانيات الفنية عالية جدا. دي حقيقة. فانا عايزك بس تعمل البالانس يعني، توزن يعني، تديني الاجابة مع الميزان ده بين الماتش ده والماتش ده. طيب بص هقول لك على حاجه منعم. مبدئيا خلينا نقسم الموضوع لاكتر من جزء. اول جزء انت بتتكلم منتخب السنغال بقوته دي ظهر قدام منتخب المغرب بقوته وبمحترفينه. لازم تركز في النقطه دي. منتخب المغرب تقريبا السكواد كله باستثناء يوسف بالعمري ومحمد الشيبي دول اللي بيلعبوا تقريبا في جوه قاره افريقيا. يوسف بالعمري اللي هو المفروض صفقه الاهلي الجديده يعني. فانت بتتكلم في ليفل من المحترفين، الناس دي متأسسة بشكل ما، بتشتغل بشكل ما مختلف تماما عن جودة لعيبتك. ده كده امر مفروغ منه، واحنا ما عندناش الحياء ان احنا نعترف بده. بالعكس، لان اصلا انت عشان تغير او تخطط او تنظم او تطور انت محتاج تعترف. اول علاج المرض هو الاعتراف بالمرض. بالظبط دي حقيقة فعلا. فدي اول نقطة. تاني نقطة بقى والاهم، مباراة السنغال هي مباراة مصيرية، يا تطلع وتنافس على البطولة 50-50 يا تخرج. حلو. انما مباراة نيجيريا خلاص هي تبدو نوعا ما انها مباراة تجريبية. عارف شبه ايه؟ ماتش الود في قبل البطولة، مباراة انجولا. ماشي، هي جوه اطار البطولة ومباراة رسمية وفي التصنيف وكل الكلام ده كله، بس في النهاية لا هتودي ولا هتجيب. خدت ثالث خدت رابع هتفرق معاك ايه؟ $750,000 زيادة. فانا بعمل كل اللي انا بعمله ان انا بشتغل وبلعب زي ما انت قلت فعلا زي ماتش انجولا. فانا بجرب طريقة جديدة. وبرضه في نفس الوقت برضه انا بحط يعني نيجيريا بتلعب 4-4-2 دايموند، فشغلهم الهجومي بيبقى اغلبه في العمق، وبرضه عندهم الخطورة الكافية على الاطراف. فكان من ضمن الاسلحة اللي قلت لك عليها فكرة تريزيجيه.
وحتى كمان في بناء اللعب انت كان شكلك احسن. انت حتى قلت لي انت ليه في مباراه نيجيريا انت كنت بتطلع بالكره احسن وبتشتغل اكتر. هو في مباراه نيجيريا بالمناسبه انت ما عملتش برضو حاجات يعني معقده، هي كانت حاجه بسيطه جدا. 2 مسؤولين عن بناء اللعب بيطلعوا بالكره كويس، فكان بينزل زيزو يحمي هاني، بينزل امام عاشور يحمي خالد صبحي، وبيطير الاثنين، وبيدخل تريزيجيه في القلب، صلاح في القلب، ومصطفى محمد مهاجم. فكده كان بيعمل ايه؟ بيملى ال5 ممرات اللي احنا كنا بنتكلم عنهم في مباراه جنوب افريقيا. طالما انت مليت ال5 ممرات يبقى صلاح هيلاقي وقت ومساحه انه يستلم كوره، هاني هيلاقي وقت، تريزيجيه هيلاقي وقت، مصطفى محمد هيلاقي وقت. 5 ممرات يعني 5 حلول. غير ان زيزو وامام عاشور كورتهم حلوه فيعرفوا يطلعوك من تحت. مع نقطه بقى مهمه يمكن محدش يتكلم عنها خالص، وهي مصطفى شوبير. كان بيخلي القلبين الدفاعي يفتحوا، هو الثالث بتاعهم، فبيقدر يخرجك بالكوره. مع وجود زيزو وامام عاشور من تحت كانوا بيخرجوك بالكوره كويس، مع مالي ال5 ممرات اللي قدام، فانت كان شكلك الهجومي كويس. في ناس بتتكلم بتقول طب اللعيبه المحليين، طب ما المنتخب المصري الجيل الذهبي مع كابتن حسن شحاته كان محليين. طب ايه المانع لما مش مبرر يعني ان حسام حسن يعني او يعني لمنتخب مصر بغض النظر عن اسم المدير الفني شيل حسام حسن وحط بيب جوارديولا. كيروش كان بيتقال له كده، انا هحط بيب جوارديولا مع الجيل الموجود دلوقتي في الكوره ده. ليه لا متاح كان يقدر، بس هو اللي مقصر، هو اللي مش قد المسؤوليه، هو اللي مش كفء، هو كلام المعلب ده. تمام. طيب انا بس هي الفكره في حاجه بقى، لان الناس فعلا مش عايز اقول حافظه مش فاهمه، بس هي برضو ايه بتاخد الامور من على الوش. ده كانوا محليين ودول برضو محليين، فايه المانع ان الاثنين محليين ما يكسبوا عادي يعني؟ يا سيدي المحليين اللي كانوا مع كابتن حسن شحاته، احمد فتحي وهو عيل صغير عنده 18 19 سنه كان جاله عرض من ارسنال، وقف معاه على ماتش بسبب قانون العمل في انجلترا 75% من المشاركات في المنتخب مصر. حسني عبد ربه راح ستراسبورج، عمرو زكي قعد راح لانجلترا، شوقي، حسام غالي، ميدو، احمد المحمدي، احمد حسن محترف، زيزو جد. زيدان كده وراح انجلترا، عماد متعب راح انجلترا ورجع، اسامي هاني سعيد في باري الايطالي، ابراهيم سعيد ايفرتون الانجليزي، مين تاني، سيد معوض راح يعني ماشي، ابزار السقا، ابو تريكه والحضري وائل الجمعه لو كانوا صغيرين كانوا احترفوا. فادي جودتهم كلاعيبه كره المحليين. هم بقى قصتهم بقى ان هم ما قدروش، هم مش عايزين يصحوا بدري، كيفهم بقى ان هم يرجعوا مصر، يروحوا سفريه ويرجعوا يعملوا شوبينج ويرجعوا، دماغهم كده. لكن قدراتهم الفنيه تاهلهم ان هم يلعبوا كده. هات لي بقى انا في اخر 5 سنين مين من مصر طلع ركب طياره؟ محمد عبد المنعم مع احترامي راح في فريق في منتصف الجدول ان لم يكن في ديل الجدول في الدوري الفرنسي. امام عاشور راح كوبنهاجن الدنمارك. مين تاني من مصر سافر اخر 5 سنين؟ قدرات الفنيه للاعيبه المصريين لازم نعترف يعني. برضه مش عايزين نحط، بس هو دي حقيقه. الموضوع مختلف تماما، مش عشان ده محلي وده كان محلي فاللي واجب عليه انه يكسب، لا، قدراتهم الفنيه احنا متاخرين جدا جدا جدا. قاعده الاختيار وقاعده بناء اللعيب نفسه، لاعب الكوره نفسه. النهارده للاسف لاعب الكوره في مصر النهارده لو الكوره هي لعبه البسطاء. النهارده للاسف بقت لعبه مش هقول المقتدرين، وان كان هي فعلا بقت لعبه المقتدرين، بس بقت لعبه الميسورين او المستورين. النهارده الواحد اللي معاه او ابوه معاه فلوس يدفع للمدير الفني علشان خاطر يأيده هو اللي هيلعب كوره، اللي مش معاه مش هيلعب كوره. فالنهارده للاسف اتحولت النهارده القدرات سلعه، بقت سلعه. وكمان انت عندك مواهب كتير ما خلاص مش ملهاش وجود. المنتج النهارده، المنتج اللي بنقدمه الدوري المصري، مين افضل مهاجم في الدوري المصري اخر 3 سنين؟ ما تسال السؤال يا مان. مين افضل مهاجم؟ هي ما وصلتلكش ان انا مش عارف اجاوب؟ بتقول يا عم. افضل مهاجم فيستون مايلي وسام ابو علي قبل ما يمشي. تمام. طيب دول جنسيتهم ايه بقى؟ لا طبعا مش مصريين، بس انا بكلمك بقى فيستون مايلي احتياطي في الكونغو. دي حقيقه. تمام. عندك الشيبي اللي احنا طالعين بيه السما وهو فعلا لعيب كبير برضه، ولعيب كبير خلاص، بس احتياطي رابع مثلا في المغرب. تمام. الكارتي ما تقريبا بيروحش، هو في المحليين المنتخب الاول بن شرقي. فانا بكلمك برضو حتى المحترفين اللي عند في الدوري المصري احتياطيين في بلادهم
واحتياطيين تاني وتالت ورابع. فادي المنتج اللي احنا بنقدمه اللي المفروض يخرج لنا لعيب يمثل منتخب مصر. وبرضه في حته تانية برضه، ودي ما يعني نقطه تانية، انت النهارده الدوري المصري للاسف اتحول لدوري شركات ومؤسسات. فالنهارده المدرجات بقت شبه فاضيه او نص الجدول فاضي، مدرجاته فاضيه. فطبيعي ان الدوري اقصى حاجه الدوري المصري ما يتعداش 14. انا بشوف كده 14 لان مستوى التنافسيه اصلا عندك قليل جدا. فاهم؟ فايه المانع ان النهارده يعني يبقى في تشريع جديد في قانون مجلس النواب او اي حاجه النهارده لقانون الرياضه، في قانون الرياضه يتيح للانديه الشعبيه انها تتباع لمستثمرين مثلا. يدخل مستثمر نادي زي فاركو، بدل ما هو نادي فاركو كده مالوش جمهور، نادي فاركو ده يروح يشتري نادي المنصوره مثلا ويطور استاد المنصوره ويبتدي يبني قاعده بقى من تحت، بقى ياخد المدربين بتوع الانديه بتوع الشباب والناشئين، ياخدهم يخرجهم بره ويديهم رخص تدريبيه محترمه، ويبتدي يطور البنيه التحتيه في النادي ويطور المدربين بتوعه، وابتدي وكده كده هيعتمد على عنده جمهور نادي المنصوره وما الى ذلك والانديه الجماهيريه الكتير الشعبيه. ايه المشكله؟ انت لو استمرنا على الوضع ده 5 سنين كمان الدوري ده هيشطب، هنقف مش هنلاقي حد يلعب ولا حد هيبص في وشك. اعقلوا كلمه ما تحس نفسك ايه يا استاذ؟ اعقل الكلمه قبل ما تقولها. صلى على النبي. تعالى نتكلم عن السنغال والمغرب عشان الماتش ده كان حلو قوي الصراحه يعني. احنا لسه ممكن نتكلم على كوره تاني بعد نتكلم، ما احنا مش بنتكلم على كورتنا، احنا بنتكلم على كوره ناس بقى تعرف تلعب كوره. ناس عندها تخطيط. بالمناسبه الاثنين تقريبا عندهم نفس المنتاليتي ونفس المنطق. ماتش انا نفسي اتقطع وانا بتفرج. لا ماتش قوي جدا طبعا، وماتش نهائي بصراحه يعني فرقتين اقوياء، وان كان السنغال كفتها كانت مايله شويه بحكم زي ما قلت لك يعني كل العوامل اللي هم عندهم قدراتهم اعلى من المغرب شويه. المغرب كمان البطوله دي بشوفها ان هي مش احسن حاجه بالمناسبه، يمكن قوه الدفع بتاع الارض والجمهور والتحكيم، وارجع واحط التحكيم كان معاهم قوه دفع التحكيم. ماتش تنزانيا اللي فيه ضربه جزاء ما رجعلهاش الفار، ماتش الكاميرون اليوم ضربه جزاء برضو الفار ما رجعلهاش، فلا كان التحكيم ليه عامل مهم لوصول المغرب للمباراه النهائيه. ف طبعا ارض وجمهور وكده، فلا كان ماتش بصراحه حلو. كان ماتش حلو وماتش نهائي والاحسن زي ما قلت لك في البدايه كان الاحسن هو اللي فاز بالبطوله يعني. بس لكن فنيا انت اللي تقول لنا بقى فنيا الدنيا كانت ماشيه ازاي. بص انا هختلف في مصطلح، هو انا ما كنتش شايفه امبارح انه ماتش نهائي، ماتش مفتوح جدا، ماتش رتمه سريع جدا، مش مقفل، مش التكتيك اللي يخنق، لا ماتش حلو جدا. انا قصدي ان هو يعني كان يليق بان هو يكون انا فاهم قصدك، انا عشان كده بقول لك هو انا مش شايف ان هو كشغل في الملعب ما كانش نهائي، مش الشكل النهائي المعتاد بالظبط. تحس ان هو ماتش 3 على 3 نقط يعني فرقتين عايزين كل واحد عايز ياخد ال3 بونت بالظبط بتاعتنا الجميله دي. انا بشوف انه امبارح هو كل منتخب فيهم بصراحه عمل شغل، بس انا بشوف ان منتخب السنغال تفوق اكتر في العمل الفني على ارض الملعب. مبدئيا لو تفتكر لما كنت بتسالني قبل ماتش مصر كنت بتقول لي منتخب السنغال وخطورته ايه، كنت بقول لك انه هو بيشتغل على سلاح مهم جدا وهو التفوق النوعي للرباعي الامامي. هم ثلاثي بس بينضم لهم يا اما لامين كامارا اللي هو الارتكاز رقم 8 او باب جاي اللي هو اللي سجل الجول اللي هو رقم 26. هم دايما بيشتغلوا على الحته التفوق النوعي دي، فكان سلاح مهم جدا بيشتغل عليه السنغال، وبيصادفوا ثغرة مهمة جدا وقاتلة عند منتخب المغرب، وهي اندفاع عبد الصمد الزلزولي واندفاع ابراهيم دياز دايما في مراحل الضغط. هو منتخب المغرب كان بيدافع 4-1 اسلوب الدفاع ايه؟ هو مضيق قوي عمق الملعب. كان بينزل ادريس جانا جاي مع قلبين الدفاع، والباكين ثابتين ما بيزيدوش في مراحل بناء اللعب عشان يعملوا 5. تيجي الكوره تروح لقلب الدفاع صار يبدا واحد من الرباعي بتوع منتخب المغرب يطلع عليه، ما بيضغطش، هو بيطلع بس عارف اللي هو ايه، بيحلق عشان يضايقه. تمرر العمق تلاقي واحد طلع من العمق، تلاقي كل ما لعيب بيستلم في ال5 اللي ورا تلاقي لعيب من المغرب طلع عليه. فهنا كانوا بيعملوا ايه؟ منتخب المغرب بيطبق مقولة انه انما تكسب المعارك بالصبر. صبر مش طبيعي في خروج الكورة. مرر 100 تمريرة، ايه المشكلة؟ احنا ورنا ايه؟ ماتش 90 دقيقة واحنا مش مهم نكسب امتى، المهم ان احنا هنكسب. صبر 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 لحد لما بتتخلق مساحة بيبدأ يخش ساديو ماني في قلب الملعب في ظهر وسط ملعب المغرب، يستلم يبدأ على طول الباك الشمال يفتح ساعتها. ثم على فكرة اعتمدوا على الطريقة دي معانا برضو. يعني تقلوا او تخمروا او دي حقيقة. عشان كده قلت لك انه صلاح اللي الناس كلها كانت بتتكلم عنه وحش،
هو كان مستخدم في الحته دي انه كابتن باب ثياو كان مخلي معلق الباك بتاعه ما بيزودوش عشان المسافه ما بين، عشان محمد هاني وياسر ابراهيم هنا عازلين ساديو ماني، طب الباك هنا فمحمد هاني هيضطر يروح، فحسام حسن قال لك لا ارجع ورا، انا ما الخطه دي انا مش عامل حسابها فارجع ورا. بس هو بدا بعد شويه يخلي محمد صلاح يعمل توجيه الضغط، انه يمنع ان الكره تتمرر. لما قلت لك ما كنت قلت لي بيبقى ساديو ماني، قلت لك لا مش ساديو ماني، الباك اللي مع ساديو ماني اللي هو الباك الشمال. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي كابتن حسام حسن عملها، بس ما حدش هيتكلم عنها عشان احنا اتغلبنا. فمنتخب المغرب امبارح كان الثغره كلها في عبد الصمد الزلزولي وابراهيم دياز ان هما بيندفعوا شويه في الضغط، فساديو ماني يخش في المساحه في ظهر ابراهيم دياز، مجرد ما يستلم يبدا الباك الشمالي يفتح الملعب فيعملوا انتشار في الخمس ممرات. ده بالنسبه لمنتخب السنغال كان بيشتغل على ايه. منتخب المغرب بقى كان بيواجه صعوبه في الخروج بالكره تقريبا اول 24 دقيقه، ما كانش عارف يخرج بالكره بشكل كويس. السنغال 4-2-3-1 في الضغط. هنا كان بيحصل ايه؟ منتخب المغرب بيفتح بالباكين قلبين الدفاع، العيناوي والخنوس ثابتين مع بعض، بس الخنوس متقدم شويه عن العيناوي، واسماعيل سيباري بيبدا يتحرك يا اما 10 يا اما بيخش ك8 على حسب سير اللعب. لما الكره بتروح لنصير مزراوي كان بيبدا اندياي يروح يقفل زاويه التمرير على مزراوي وبيجبره انه يرجع الكره لنايف اجرد. ففي الحاله دي كان جاكسون على طول راجل سريع ما شاء الله وبرجال واسع يروح يضغط على نايف اجرد، فنايف اجرد بيشتغل بشماله، فكان اغلب الوقت يروح يقفل له على الشمال عشان يلعب على اليمين، ما يعرفش يطلع باليمين. كان المغرب بيلعب كرات طويله وبيعلق كرات طويله. عندك ابراهيم دياز وعندك عبد الصمد الزلزولي، مش محتاج اقول لك مين اللي هيتفوق في الكوره بالظبط. لو كره على الارض ماشي، انما كرات عاليه خلاص بالظبط. فبدا وليد الرجراجي يعمل حاجه حلوه جدا، انه بدا يجمع اللعب ناحيه اشرف حكيمي تحديدا، عشان اشرف حكيمي جودته عاليه، مع ابراهيم دياز مع الخنوس مع مسينا اللي هو قلب الدفاع. فانت عندك 4 لعيبه كورتهم حلوه، فبتجمع اللعب. واسماعيل سيباري بيبدا يخش القلب الملعب ياخد معاه الباك اليمين للسنغال، ونصير مزراوي بيثبت عشان ياخد معاه دياي، فتتعكس الكرات على طول لعبد الصمد الزلزولي. عشان كده عبد الصمد الزلزولي امبارح هو كان اخطر واحد في المغرب. فهي نقطه اخيره بس، يعني احنا كمصريين يعني امبارح كان في اخوه مغاربه كتير استغربوا رد فعل المصريين من تعاطف المصريين او من تشجيع المصريين للمنتخب السنغالي، ولكن هو زي ما يعني لكل فعل رد فعل. المصريين كانوا بيشجعوا المنتخب المغربي بقلب وبحماس وبحراره في كاس العالم قطر، وشجعنا الجزائر في كاس الامم على ارضنا 2019. فاحنا ما عندناش ضغينه لحد وما بنكرهش حد، لكن ما يوصلش الحال ابدا ان السلام الوطني لبلدنا وانه يتم سفرات الاستهجان عليه. السلام الوطني لمصر بالنسبه لنا ده حاجه مش عاديه، يعني حاجه مش سهله ولا حاجه عاديه، ده بالنسبه لنا خط احمر، لان كانك بالظبط جبت علم مصر ودوست عليه. فده كان رد فعل طبيعي جدا. فالاخوه المغاربه اللي زعلوا من رد الفعل المصريين، لا اعتقد انتم محتاجين تراجعوا انتوا انفسكم. احنا ما كانش عندنا مشكله معاكم، بالعكس احنا بنحبكم جدا وبنحب كل الناس بالمناسبه، يعني احنا كشعب مصري احنا محبين لكل الناس، لكن اللي بيجي علينا هو للاسف هو اللي بيشوف مننا وش الوحش، ودي كلمه نهائيه. يعني احنا ما بنكرهش حد. احنا اصلا حتى لما بنيجي نضرب مثل في الكوره، لما بنلاقي عندنا خلل في المنظومه الرياضيه، اول حاجه بنقول بصوا تجربه المغرب. يعني احنا ما عندناش برضو غضاضه او عندنا اللي هو مش بنزيف، يعني احنا بنعترف بان تجربه المغرب ناجحه. هي بس الفكره ان انا عايز اقول برضو انه يعني الناس محتاجه انها تعقل شويه من الطرفين برضو، انه في الاول وفي الاخر يا جماعه دي كوره، يعني مش كوره اللي هتخسرنا الوحده بتاعتنا. احنا عارف في الاول وفي الاخر مش هنخسر بعض عشان كوره ولا عشان لعيب ولا عشان مدرب ولا عشان حد من الاعلام ولا عمل تصرف. فالناس محتاجه انها تبقى انضج من كده شويه، وبتكلم هنا على الطرفين، محدش يزعل يعني من الجمله، بس فعلا احنا محتاجين نبقى عندنا نضج اكتر من كده شويه. والسوشيال ميديا بجد بقى محتاجه تتنسف، والله محتاجه تتنسف، لانها مأثره على التقييمات ومأثره على علاقتنا ببعض ومأثره على كل حاجه. فيعني استقيموا يرحمكم الله ان شاء الله. فاعتقد دي كده دي اخر حلقه في البطوله.
ولو عجبكم بقى الشغل اللي احنا عملناه والحالات اللي احنا عملناها، فيعني قولوا لنا في التعليقات هل نكمل تاني ولا كل واحد فينا يروح لحال سبيله. ان شاء الله احنا عايزين نكمل معاكم اصلا ونطلع لكم حلقه اسبوعيه ان شاء الله نتكلم فيها عن الكوره بشكل عام سواء محليا او عالميا. فيعني مستنيين ارائكم وكومنتاتكم وشكرا. السلام عليكم. باي.